جماعه النهارده هعمل نسخ من ساعات رولكس بكل الوانهم وبنفس شكل الساعات الاصليه، هيطلعوا تحفه بجد. وفي الاول قطعت خشب كتير بمقاس الساعه الاصليه ومحفور فيه مكان لجهاز الساعه والمسمار عشان تتعلق، وجبت بلاستيك ابيض مطفي وخففته شويه علشان اعزل بيه اللوح كلها، وعملت الفريم برضه واديت لهم طبقه كمان وسبتهم ينشفوا. وبستخدم البلاستيك في العزل لان الخشب ماده مساميه فبتطلع هواء بيبوظ الريزن، وبرضه بيشرب كميه كبيره مع الوقت فالفينش بيبقى وحش. وبعمل برضه حركه الحلواني دي بتنجز اسرع، وخلصت الكميه كلها وسبتها تنشف. وبعدها جبت ماده اسمها جيليتكس وخففتها برضه وحطيت عليها مركزات اسود عشان تطلع لون رصاصي غامق، ودهنت بيه الطبقه التانية من العزل وعلشان يخلي انعكاس النور في الريزن غامق. وعملت برضو ظهر كل الساعات عشان شكلهم يبقى احسن. وخلصت اشكال كتير مربعه ومثلثه وسبتهم شهرين ينشفوا خالص، وبعدها غطيت جزء منهم بالريزن عشان اعملهم دروع الاهلي. ودي كانت هدايا الفيديو، اول باتش اعمله كنت هصوره فيديو لوحده، بس للاسف النادي الاهلي مسح الفيديو بتاع الدرع وجاب لي سترايك وبيقولوا ان هي بتتحول لقضيه. فمن النهارده انا زملكاوي خلاص، وعملت نسخه من الدرع للمستشار عشان يجري معايا في المحاكم. وللاسف دي هتبقى اول واخر باتش من الدرع ده، مش هعمل منه تاني ومش هنزل الفيديو، بس يا ريت النادي يشيل السترايك. خلفت الحاجه اللي خلصت وشحنتها، وخلينا في منتج النهارده هيبقى عالمي، بس القضايا مع رولكس هتبقى في محاكم دوليه. عملت كوبايه ريزن ولونتها كحلي غامق علشان اعمل اول نسخه، ودقتها طلعت مظبوطه جدا، فصبتها ووزعتها على اللوحه كلها من غير ما يقع حاجه، ورشيت عليها كحول عشان يطلع الهواء، وعملتها بالهيت جان عشان تطلع زي المرايه كده. والنسخه التانية عملتها بلون ازرق بنفس درجه الاصليه بالظبط، ودي هتبقى عالميه لما يتحط لها تفاصيل ذهبي وابيض. وفي نسخ تانية عملت لها ريزن اخضر زيتي وعملته بنفس درجه اللون بتاعهم برضو. وبظبط اللوح كلها بميزان ميه علشان لما اصب بستخدم قانون في الفيزياء اسمه التوتر السطحي يخليني اصب من غير قوالب، والريزن ما يوقعش حاجه خالص. وبعدها بعمل اللوح كلها بالتورش عشان يتوزع في كل حته. واللوح الاخيره عملت لها ريزن اسود غامق، وده اللون الاساسي في الساعه اصلا. وعملت برضو ساعه بلون ابيض لواحد صاحبي بشكل مختلف خالص عن فيديو النهارده، وحطيت عليها لوجو الشركه وثبت عليها ارقام لاتيني وعقارب اكليريك، وده كده شكلها. والساعات التانية لما نشفوا طلعوا مظبوطين جدا، وحطيت نسخ تانية اعملها علشان عايز ابيع السنه دي اكتر من رولكس الاصل. وعملت ديزاين على الفوتوشوب بكل تفاصيل الساعه الاصليه، وجبت كل خامات الفينيل قطعتهم على قد الطباعه وحفرتهم بالكراكت عشان اعمل كل تفاصيل الساعه بالوان مختلفه واعرف اجمعهم بعدين. فرغت كل الشتات وجهزتها وبدات اركب التفاصيل على بعض طبقات عشان تعمل شكل الساعه في الاخر. والعقارب برضو فرغتها وركبت الطبقات على بعض، وعملت 39 عقرب علشان اختار احسنهم، وحطيت عليهم ريزن شفاف عشان يبقوا اقوى ويبانوا كانهم 3 دي كده. ودي اصعب خطوه وبستخدم فيها برضو نفس الطريقه. ولما نشفوا خالص حفرت مكان مكنه الساعه في كل عقرب بالميني كرافت، وفكيت كل واحد فنشته كويس وركبت عليه قطع معدن تخليه اقوى ويلف في مكنه الساعه مظبوط. وعملت 79 نسخه بنفس الحوار، وكده جاهزين للتركيب. بالنسبه للساعات نفسها كده معايا كل التفاصيل، وبدات انقل الشيت الابيض واثبته بالظبط على التفاصيل الذهبي، وكده يبقى معايا كل الساعه تقريبا عشان تتثبت مره واحده والمقاسات تبقى مظبوطه. وفي الاخر بشيل اللزق فيفضل التفاصيل بس. عملت نفس الحوار برضو بالسيلفر وثبتها على الساعه السوداء، وبعدها بثبت الفريم الخارجي بالايد عشان يبقى مظبوط على الحواف بالظبط. وثبت برضو التفاصيل الزياده، وكل ما بيقرب الشكل يخلص بتطلع احسن من اللي تخيلته بصراحه. وعملت كده مع كل الساعات وثبت عليهم الفريم والتفاصيل اللي بره، وعملتهم بالهيت جان عشان اثبتهم. وصبيت على كل نسخه طبقه ريزن شفاف عشان يعمل طبقه زي الازاز كده ويظبط الفينش، وفي نفس الوقت مفيش تفاصيل تتشال بعدين. لما نشفوا في لوح سربت ولزقوا في السفره والبورد، بس فكيتهم وصنفرت الظهر والفريم كويس، وبعدها دهنته ذهبي بنفس درجه الفريم اللي جوه. في الاخر خرمت في النص تاني في كل ساعه، وعملت فتحات على قد المكنه بالظبط ونضفتهم بالبلاور. وجبت مكان ساعات كوارتز ياباني وبطاريات توشيبا عشان اوضح لرولكس ان الكواليتي سهله يعني مش حوار. واخر حاجه حطيت حلقه ذهبي وبعدها الصاموله علشان اركب المكن في كل الساعات. وركبت برضو كل العقارب في مكانها، وكل ما بخلص ساعه كنت بعيط من الفرحه. اتاكدت ان كل حاجه شغاله زي الساعه، وبعدها غلفت كل اوردر لصاحبه وهبعت نسختين هديه الاتنين من الفيديو ده. وقفلت البوكسات وحطيت عليها اللوجو وغلفتها للشحن وحطيت الاستيكرات عليهم. بجد من اكتر الحاجات اللي عملتها وحبيتها بكل الالوان، بس ربنا يستر من القضايا. عايز اعرف رايكم بجد، وايه اكتر لون عجبك، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.